وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم ويا ريت تكونوا دائما بخير وبأحسن حال. أكيد كلنا شفنا قطر وشو عملته من ازدهار ومن تطور ومن أداء مشرف ومن نموذج رائع لكل الشعوب العربية والإسلامية. يعني بصراحة كلمة شكر وتقدير لدولة قطر أكيد ما بتكفي. هاد يعني شيء مشرف لكل الأمة العربية، وأكيد قطر رفعت رأسنا ورؤوس كل الشعوب العربية. يعني كلمة أو جملة من القلب أهديها لقطر الجميلة، قطر الحبيبة، قطر اللي دائما عودتنا بازدهارها، بطيبة شعبها وبأخلاقها الجميلة والعالية، وكيف كمية حبها للثقافة الإسلامية وللعروبة والوحدة العربية. كلمة شكر أكيد أقل واجب بنهديها لهم. ربنا يحفظ الشعب المبارك. أكيد شفنا كيف من أهم النماذج دخول أعداد كبيرة في الإسلام، وكمان الأداء المشرف وحسن التعامل وطيب التعامل مع الأجانب والغرب، وكيف أعطيناهم النموذج والطابع الحسن للتعامل والأداء الشعب المسلم أو الشعوب المسلمة، وهاي بطبيعة الإنسان المسلم وكيف تعاملوا. كمان شفنا كيف إنها بيّنت وكيف إنها وضحت القضية الفلسطينية، وقديش وضحت حب الشعوب العربية وتمسكنا بالقضية الفلسطينية وحفاظنا على القدس والمقدسات الإسلامية، وإنه قضية فلسطين لا تزال موجودة مزروعة في كل الشعوب العربية وفي كل عربي موحد ومؤمن في القضية الفلسطينية. خلاصة الكلام، قطر رفعت رؤوسنا عاليا وتستحق انها تكون تاج العرب وفخر العرب. تحياتي لقطر وللشعب القطري، واكيد كلكم وجهوا رسالة او جملة من قلوبكم لقطر الحبيبة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.